صفقات الأهلي في يناير. ماذا يحتاج النادي الأهلي في شهر يناير من انتقالات لتغيير وضع الفريق؟ من وجهة نظري أنا الشخصية، الأهلي محتاج مهاجم، ومهاجم سوبر، من اللي هو من اللي هو ما تستخسرش فيه الفلوس، اللي بيجيب أهداف من نص فرصة، اللي يجيب 20 جون في الموسم. تاني حاجة، الأهلي محتاج صانع لعب، ومحتاج مركز 8 مكان السولية، لأن السولية خلاص بالبلدي كده هنج جاب آخره يعني معانا. والأهلي محتاج طبعا بعد إصابة أكرم توفيق محتاج باك يمين، ومحتاج وينجين، وينج يمين وينج شمال. وفي نفس الوقت الأهلي برضه محتاج مدافع، بس دي ممكن تمشي أو ممكن ما يعني ممكن الأهلي يجيبه أو ما يجيش، الدنيا ممكن تمشي يعني. في بقى في لعيبة الموظفين يا ريت الأهلي يسرحهم. الموظف كفايه بقى ان هو بيدفع فلوس على الفاضي، يوفر الفلوس دي ويجيب بيها لعيبه. مش القصه بسيطه خالص. يعني واحد زي محمد هاني ده يشوف له سكه تانية، عشان خلاص الواحد خلاص اتخنق يعني. محمد هاني، محمد محمود، رامي ربيعه، بيرسي تاو طبعا لازم الاهلي يستغنى عنه، لانه انت هيلعب لك ماتشين ويتصاب تاني. فالواحد خلاص يعني خلاص كده لازم لجنه الكوره تشوف الصفقات دي. لو هم عايزين يغيروا وضع الفريق،